ممتن لكل هالتحديات اللي قطعت فيها بحياتي، لأن هي اللي خلتني صير الشخص اللي أنا عليه اليوم. خالي بلا تحديات قطعت معي بحياتي، ما بعرف إذا كانت حياتي بالنسبة لإلي عندها هالقد معنى. بعد كل هالنجاحات اللي حكينا فيها وقطعت فيها، شو بتقول لأنتوني الطفل؟ يعني هدول القصص اللي كنت تكرههم مش بس ما تحبهم، اليوم هن صاروا الأساسات اللي أنت بنيت عليها. شو بيعني لك النجاح؟ النجاح بالنسبة لإلي شخصياً بالنسبة لك شخصيا هو الأثر اللي بدي أتركه. كل ما أكون عم بعمل شيء وأقدر أخلق من خلاله أثر، بالنسبة لإلي بكون نجحت. بأي منظار بتشوف الحياة كأنتوني؟ مجبور شوفها أنها كتير حلوة، لأنه ما فيك تكفي إذا مش فيها كتير حلوة. ببودكاست نقطة قوة دغري بنبلش بصلب الموضوع. أنتوني، شو هي نقطة قوتك؟ هلأ سؤال متوقع بما أنه البودكاست اسمه نقطة قوة. رح أعطيك أول شيء الجواب اللي هو إذا بدك هيك كليشيه، بس بالنسبة لي هو الأساس، اللي هو كل واحد هو من جوا نقطة قوته منه فيه. فإذا أنت من جوا مآمن بحالك، هذه نقطة قوتك. بس كمان رح أعطيك جواب تاني اللي هو إنك تكوني عم تقدري تخلقي قصص، وهذا كل واحد منا قادر يكون عم يعملها. تخلقي شيء جديد، هذه نقطة قوة. تخلقي من تحدياتك قوة، هذه نقطة قوة. فأنا بالنسبة لي شخصياً أني قدرت أخلق من أمور فيها تحديات نقاط قوة، أو أني أخلق قصص ما كانت موجودة خليها تصير موجودة، هيدي بحد ذاتها هي نقطة القوة. فهيدي ربنا هو الخالق، وكل واحد منا قادر يكون عم بياخد هيدي المهارة ويقدر يخلق قصص، وهيدي بكل واحد منا قادر يكون عم بغير مسار حياته مجرد أنه يخلق شيء جديد. كتير حلو جوابك أنتوني. شو البوصلة اللي بتوصلك للطريق الصح؟ هلأ أنا والبوصلة علاقة حب كبيرة، لأنه هو اللوجو تبعي، يعني هو الشعار تبعي اللي هو البوصلة. فالبوصلة تبع كل واحد منا هو خطة حاططها لحياته. بس أهم شيء، وهيدا كان سلوغن أنا عندي إياه، كل واحد منا عنده قصة، بس أهم شيء يجرب يكتب قصة نجاح. يجرب يكتب قصة نجاح. فالنجاح هو البوصلة تبعنا. كيف أنت بتروح بأي طريقة توصل للنجاح، هونيك الدايركشن تبعك. بس بهيدا الطريق بده يعرف كل واحد منا يحافظ على حاله، على أخلاقياته، على القيم يلي هي بتشبهه، تيكون عم يوصل بهيدا البوصلة للطريق الصح. يلي هي صارت قليلة. صارت قليلة وصارت صعبة. يعني القيم بعصرنا هلأ، وخصوصي مع الانفتاح اللي كتير كبير، وخصوصي انه كتير العالم بدها تتشبه بأمور عم بتشوفها كتير. ببعض المطارح بتحس القيم تبع الأشخاص ممكن تكون عم تتزعزع. انه انا قيمي اذا منا راسخة وثابتة وقوية، ممكن بكتير قصص عم شوفها بحياتي تكون عم توجهني بطرق يمكن منا هيدا الطريق اللي انا كان بدي اياها. فاذا قيمي ثابتين وماكنين، وعارف البوصلة التوجه تبعي لأوصل لنجاحي، في طريق كتير حلوة رح أمشي فيها. لو إنها رح تكون صعبة، مش رح تكون هينة، بس بتكون الدايركشن كتير واضحة، الاتجاه كتير واضح. أكيد 100%. شو الكلمة اللي بتقولها بأصعب ظرف؟ يعني قطعت بظروف كتير هلأ أكيد حنحكي فيهم كمان، بس شو الكلمة الأساسية اللي بتقولها بأصعب ظرف؟ هلا كمان في ظروف هيك قطعت. It's never over until I win. ولا بتخلص القصة قبل ما أربح. كيف فت على الصليب الأحمر؟ ليكي هي نقطة تحول. بما أنه البودكاست اسمه نقطة قوة، هذه كانت نقطة تحول. بأي عمر؟ بعمر 16-17. فكنت بالصف، وبيجوا الصليب الأحمر بدهم يعملوا استقطاب لأشخاص يفوتوا معهم جديد. فبيفوت شخص بيقولوا نحن الصليب الأحمر وبدنا شباب يفوتوا معنا، بس كان لابس بدلة لونها أزرق، مش بدلة لونها أورانج أو أحمر مثل اللي بنعرفها تبع الإسعاف. فبتوصل معلمتي لحدي بتقلي إنه فوت معهم أنطوني. قلت لها ما بقدر، عندي فوبيا من الدم وهيك، ما مش مطرح الصليب الأحمر. قلت لها أنطوني فوت معهم، هدول بس قصص خاصة بالشباب، خاصة بالتوعية، خاصة بمساعدة العالم، ما خاصهم بالإسعاف. فوت. أنا قلت أوكي يلا منروح منتعرف على بنات ننبسط منتسلى منغير جو. فتت. كنت بهيدي الفترة من حياتي كتير عم بقطع بتحديات كتير صعبة. وهيدي المعلمة كانت من الناس القليل بالكون يلي بيعرفوا انه انا عم بقطع بتحديات. كرمالك شجعتك 100%. يعني هي عارفة حالها كانت شو عم تعمل. فتت ورحت اول فترة طاقية حنك،
رايح اتسلى اتعرف على بنات كذا، بيقوم رئيس المركز بيشحطني بالله حمول حالك وفل. قد ايه ضاينت يعني؟ يعني هون كان صار لي تقريبا شي 3 أسبوع، نحن بنروح كل أسبوع كنا مرة. اوكي. 3 أسبوع بيقول لي رئيس المركز يعطيك العافية ما بقى روح ما بقى ترجع. مم. فبيلحقني شاب هو رئيس الدورة، يعني اللي هو بيكون مستلم الدورة جديدة بنسميها هون الناس الجداد فايتين على الصليب الأحمر. بيقول لي أنطوني تعال جمعة الجاي. فأنا خلص شحطني مش رح أرجع. بيقوم بدق لي بعد أسبوع بيقول لي أنطوني ما جيت هذا الأسبوع، تعال الأسبوع اللي بعده. رجعت قلت يلا بنرجع. صرت مرة مرة لا انزل، يعني لحديت نهار رئيس المركز بيقول مين بده يستلم هيدا النشاط. كان نشاط على عيد الميلاد، يعني بالنسبة لمجموعة صغيرة مثل المركز بالصليب الأحمر إنه هيدا الشيء أهم نشاط عندهم يعني بالسنة. اوكي. فرفعت إيدي. كان صار لي هون تقريبا شيء 8-9 أشهر، يعني بروح بس مني ناشط يعني مزبوط. رفعت إيدي تطلع فيهم هيك إنه ما حدا رفع ايده. يعني قال له ما زالكن هيك رح نقي أنطوني، يعني انه انا الشخص اللي ما كان يعني ما كان بالحسبان انه يستلم شيء معهم. واستلمت هيدا النشاط، ومن نهارتها ما بقى فات مركز ولا نهار الا ما اكون موجود. يعني ما في اجتماع الا ما بكون عليه، ما في شيء الا ما بعمله. رجعت من متطوع صرت بالهيئة الإدارية تبع المركز رئيس مركز. رجعت بالاخر صرت منسق على منطقة، يعني منسق على كذا مركز. رجعت منسق على برنامج الصحة والشباب بلبنان. واو. ورجعت مشرف على كل برامج الصليب الأحمر كمتطوع. معناتها فات طق الحنك. فات هالشاب الصغير اللي بده، هي منا طقة حنك، هي كانت أكتر شاب بده مساحة يكون عم بفجر فيها هالشي اللي جواته. فبديك مسرح بالحياة، يعني أنا بهالمطرح كان بوقت الصليب الأحمر. شخص تاني بيكون ناطر نقطة بس إنه أعطيني شيء أنا فجر مواهبي، فرجي حالي، فرجي قدراتي أنا شو قادر أعمل. فكانت هيدا هي المساحة، ومن هونيك انطلقت. ليش أنطوني شو اللي كان زعجه بحياته كرمالها تفجر هالمساحة ودخلت على الصليب الأحمر؟ ما كنت أخدها جدية، بعدين later on أخدتها جدية شوي شوي step by step، بعدين طوعت واتطورت جوا. بس شو اللي كان مضايق أنطوني من جوا؟ هو السؤال بيني وبين ربنا. كنت قل له إنه خلص حل عني، يعني إنه كتير يعني ما في، مش شايف غيري بهالحياة. لأنه قطعت بعدة تحديات بحياتي هي اللي كانت عم توصلني لهيدا السؤال الكبير، إنه خلص شو هالحياة البشعة. يعني أول شيء ماتت أمي على عمر 4 سنين ونص، وماتت قتل. شخص جرب يقتلها وقتلها كرمال يكون عم ياخد ذهب برقبتها تيشتري فيه المخدرات. دان هيدا أول نقطة على عمر 4 سنين ونص. ومن بعدها رحنا داخلة، يعني رحت على فرنسا داخلة بدار لمدة 2 من بعدها رجعنا على لبنان لنسكر هيدا الدار. وكنت داخلة لعمر 12 سنة. وداخلة مش هالشي اللي مثل هلا اوقات يعني بسمع اشخاص بيروحوا داخلة على مطار بيكون شي كتير اكسبيرينس كتير حلوة، تجربة كتير حلوة لألن. على وقت الداخلة كانت تجربة كتير بشعة بلحظتها، كان شي كتير بشع. بعدين فهمت قيمته، بس بلحظتها شي كتير بشع. وكنا بدار ما عنده إمكانيات مادية كبيرة، يعني أوقات كانوا يحطوا لنا خبز معفن على الأكل كرمال نمشي أمورنا يعني. بعدين بتصير تشوف التجربة بطريقة تانية. وهيدا اللي قلت لك بالأول، نقطة القوة إنك تخلق من هالضعف قوة، من هالقصص اللي شفتيهم وهالتحديات اللي قطعت فيهم كيف بتشوفيهم نقاط قوة وموتيفيشن لتغير حياتك. من بعدها بيتجوز مرة تانية، بس لسوء حظه وحظنا توفت مرته كمان التاني، بس هالمرة بموتة طبيعية يعني. ومن بعدها كمان تحديات جديدة اللي هي بتعرفي بس يصيروا هالقصص بالعيال، بصير في قصص خاصة بالورثة وغيره، وبتفوتوا محاكم وهالأخبار. ونحنا كأولاد كنا داخلين بالموضوع كرمال بتعرفي في ناس عندها أفكار بالحياة بتكون شوي هالبوصلة، يعني بوصلتهم بتكون لو شو ما كانت الطريق فيها مهم نوصل لهدف معين، لو شو ما كان هذا الهدف مزبوط. مش حلو. طب ما أقول كلمة تانية. فكمان نحن تعرضنا كتير بهذه الفترة، وكنت خلص بالنسبة لي إنه خلص تحديات وصعوبات. بوقتها ما كنت شايفهم تحديات، كنت شايفهم أبشع شيء بحياتي. أكيد. لا بالصليب الأحمر كانت الفوتة إنه أنا قبلها بنجزة كنت معلمتي عارفة إنه أنا كمان بالمدرسة بطلت منيح، يعني قبل كنت أطلع بالأوائل، هلا صرت بالمرة يعني صرت عم بنجح على الحفة يعني، بس دايما بنجح بس على القد. فمرة جيت قلت لها إنه
بدي احكيكي على الفرصة. إمم. وهي مبينة انه في عندها الحنية عم تفرجيني انه تعا حكينا. إمم. وقالت لي هي انه ليه علاماتك هيك صايرين وكذا. فقلت لها انه مش قادر بقى اتحمل وعم بقطع بقصص كتير صعبة وهيك. وبهذه الفترة كمان شاب عمره 16 17 سنة صرت دخن، يعني فكر حالي انه هيدي الطريقة اللي عم فضي فيها بيش، يعني عم بضحك على حالي، يعني عم بستعمل وسيلة ما بتفيدني بولا شيء. فلقيت هالظروف كلها عم تقطع، وكمان ماديا ما كنا منيح ابدا. اضطر اوقات ارجع مشي على البيت مسافة كتير بعيدة. لقيت حالي انه خلص سكرت الدنيا بوجهي. فاجت هالمعلمة كبت لي الحبل المساعدة، عرفتي، حبل الانقاذ، انه خليك هون، فوت على الصليب الاحمر، انا رح حوطك شوي. كانت مجرد ما تحكي معي فترة صغيرة على الفرصة تعطيني بوست كتير كبير، دفعة معنوية تريحك. كتير كبيرة، 100% تريحني، تعرف شو تعمل. وهي مرة ما عندها أولاد، ما مجوزة، بس كانت عارفة معنى الأمومة وكيف تكون محوطة حدا كأنه ابنها بطريقة رائعة. وعن جد هيدي المرة كانت نقطة تحول بحياتي، وبعدني لهلأ كتير ممتن لها. I'm very grateful إنه هي كانت بحياتي، ودايما بروح لعندها لهلأ وبقول لها هيدا الشيء، بقول لها إنه أنت كنت السبب إنه أنا عملت شفت بحياتي كلها. فت على الصليب الأحمر، وهوني كان بدي بس مطرح مثل ما قلت لك اخد مسؤولية، فرجي إنه أنا قادر، فرجي إنه أنا شو بقدر بعمل. وصارت. وهيدا السواد بعتقد إنه بلش يصير الرمادي بهيدا الفترة، بعدين صار بياض. يعني بالداخل قد ايه بقيت؟ اي بقيت عمر اي عمر؟ أول ما ماتت أمي رحنا على الداخلة، يعني كنت من عمر تقريبا 5-6 سنين لعمر 12 سنة، يعني تقريبا 6-7 سنين. إذا بدي ضلني عايش أنا والحزن وأنا والأسى، خلص حياتي بتصير حزن وأسى. بتضلها ذكرى حلوة. بتضلها. شو مذكر شي؟ ما هي هون القصة إنه أنا كان عمرك 5 سنين قلت ما لي؟ بتذكر أمي إلا بالصور، ولا شيء. في صور. يعني بعرف من إخواتي من العائلة شو بيحكوا، وبس يحكوا ممكن هيك ترجع لك شقفة صورة، مش صورة، شقفة صورة. بس ما بتذكر من أمي شي ملموس، يعني فيلينج ملموس ما بتذكر. بس الإحساس اللي بحسه هو شي أعظم بالنسبة لي من الشي الملموس. بس شي ملموس للأمانة ما كتير بتذكر. يعني هلأ يوجوالي العالم تتذكر كتير وقت يصيروا اللي حواليه يحكوا عن الموضوع. في حدا حواليك بيحكي؟ ايه يعني بيي اكيد بيحكينا عن الموضوع، اخواتي اكيد، العالم اللي بيشوفوني وخصوصي اول ما يشوفوني بعدهم لهلا الله يرحم امك ما في منها، امك كانت بتجنن، دعانة. فهالامور يعني، وبصير يحكوني عن مواقف ممكن ترجع لك شوية ذكريات، بس كصورة كاملة تقدري ترسميها غير من الصور ما كنت رح اقدر اعملها. أكيد لو عايش كانت حتكون كتير فخورة فيك ومبسوطة فيك. أكيد. إن شاء الله. عدل 3 نعم أنت ممتن لإلهم وبتحبهم كتير وبتقول الحمد لله إنه موجودين. 3 نعم بالحياة ولا بحالي؟ بالحياة. أنا ممتن على كل شيء بالحياة، يعني على أكيد. أكتر شيء شو هو الممتن هيك لإله مبسوط فيه وممتن ومبسوط بحالك إنه موجود بحياتك؟ هاي الفكرة. هو جواب كمان، يعني أجوبتي مش مثالية، بس إنه هيدا الواقع. ممتن على وجود الله بحياتي. يعني إذا ما في الله بحياتنا، ما في الحلا بحياتنا، ما في الحب بحياتنا، ما في الحلو بحياتنا، ما في الخير بحياتنا. فبعتقد هذا أهم شيء يكون ممتن له. بالنسبة لألي بيي وأمي هن على الأرض هون، يعني لفترة زمنية محدودة سوا نحن بهالعلاقة، بس العلاقة مع ربنا أكبر بكتير من أي علاقة أرضية. بفترة من الفترات فقدت إيمانك بربك بأي عمر؟ بعمر 16-17 سنة، يعني بهيدي الفترة اللي كتير تحديات عم تقطع بالحياة. لقصص لولد بعمري ما كان لازم يكونوا عم بيصيروا، خصوصي وقت تشوفي العالم اللي حواليك عايشين حياة طبيعية، عم بيصح لهم الأمور اللي أنت مش صحت لك، على القليل عندهم يعني هيدا أبسط الأمور اللي أنا كنت شوفها إنه في شيء مش مزبوط عم بيصير معي. فليش أنا؟ هي أكتر أسئلة بيني وبين ربنا، إنه ليش أنا؟ ليه هيك عم تعمل فيي أنا؟ ليه منقاني أنا؟ ما كنت فهمهم بوقتها،
بس هلأ أكيد تغيرت الأمور، هلأ فاهم الموضوع أكتر بكتير، أكيد وهلأ ممتن لكل هالتحديات اللي قطعت فيها بحياتي، لأن هي اللي خلتني صير الشخص اللي أنا عليه اليوم. تخيلي بلا تحديات قطعت معي بحياتي، ما بعرف إذا كانت حياتي بالنسبة لإلي عندها هالقد معنى، عندها هالقد meaning. بالعكس هلأ في عندي كتير معنى بالحياة، وفي عندي البوصلة تبعي إنه بدي يكون في عندي أثر تاركه، legacy، أثر تاركه من بعد ما فيل من هالدنيا. شو حلو الواحد يعمل إنجازات ويشتغل على حاله ويترك أثر بهالحياة. كتير مهم الأثر. كتير مهم. تخيل تكون أنت ذكرى ما حدا متذكرها ذكرى ولا أو مجرد صورة أو صح. ذكرى. كتير حلو الواحد يترك بينما أثر. إذا ذكرى مع أثر كل ما يذكروا كل العالم يقولوا اسم الله عليها، أكيد. ذاكر شو عملت رانيا. أنت بتشوف حالك أنتوني الشاطر يلي اشتغل على حاله، يلي كون نفسه بحاله. حدا ساعدك أنتوني؟ حدا ساعدني، حدا شجعك ساعدك؟ ليك في إذا بدي أحكي عن جد عن مساعدة حقيقية، مم. في ناس ساعدوني بطريقة مباشرة وفي ناس بطريقة غير مباشرة. كيف؟ معلمتي ساعدتني بطريقة كتير مباشرة، وكانت نقطة تحول بحياتي، لأنه بلحظة اللي أنا ما كنت قادر أحكي لحدا كانت هي موجودة تسمع، وكانت عم تعطيني دفشة كتير كبيرة. تخيل أوقات عن جد هالعلاقة بين تلميذ ومعلمة بالمدرسة قد إيه قادرة تكون عم تغير. بيي كان يقرينا الجريدة نحن ورايحين على الطريق، كنت أقرأ له الجريدة. فهيدا الفعل اللي هو بالنسبة لي كان إنه يمكن قصاص حتى أنا وصغير، خلاني يصير عندي ثقافة ومعلومات بعدة مواضيع ساعدتني بعدين بحياتي العملية. هيدا الشيء ما كنت فهمانه بلحظتها، ما كنت مقدره أبدا. بس هلأ إذا بدي أطلع هيك حدا لقطني بإيدي وقال لي هاد الطريق أو ساعدني بطريقة كتير هيك صلبة بعدين بحياتي المهنية، لا، بحياتي المهنية أنا قبعت شوكة بإيدي وقدرت كون عم برسم طريق. بس كمان ربنا بحط لك ناس هيك تمد ايدها شوية تساعدك نكزة، تفتح لك فرص. اهم شيء الفرص، هو بيفتح لك فرص والعالم تفتح لك فرص. بس اهم شيء كيف تقطف الفرصة وتكون عم تمشي فيها 100%. كيف تقطف الفرصة وتمشي على المسار الصح. بس صح. في سؤال هون عندي أنا، مين ساعدك ماديا؟ ماديا ما حدا، يعني دفنتلي ما حدا، اكيد ما حدا. ماديا كنت اشتغل. معنويا يمكن بيك بدون ما يحس ساعدك. ممكن كتير عالم ساعدوني بفرص إذا بدك آمنوا فيي، وأنا بس آمنوا فيي كنت قد الثقة وحققت. بس ماديا أكيد لا، يعني ماديا أنا من عمري أنا و10 سنين بشتغل. شو اشتغلت؟ كنت اشتغل مع بيي بالديكور، يعني شفصين وفوق بلافون وهيك قصص. ومن بعد على عمر 16 كنت اشتغل بمطبعة، اشتغلت لايف جارد، ماترناجور يعني على اللبناني، منقذ بالبسينات. اشتغلت ويتر أكيد. اشتغلت ويتر بالمطار. يمكن الويتر بالمطار كانت خلص وظيفة ثابتة مع الجامعة. بس أنا وصغير كنت اشتغل ويتر بالأعراس. بس فترة الجامعة أنا عملت حقوق بالجامعة اللبنانية. بهالفترة كنت إنه عايز مصاري، بدي أكون عم أمن أموري، وصرت هلأ بغير مطرح، فكنت عم بشتغل ويتر بالمطار. وكمان هيدي المرحلة مش بس أثرت فيي، عطتني دافع كتير كبير بالحياة، لأنه كنت أشتغل بسيدر لاونج اللي هو صالة الدرجة الأولى أو صالة الأعمال بالمطار. وبيطلع عليها الأشخاص بأغلبهم مقتدرين ماديا، وفي أشخاص شوفها تسافر كل يوم. يا عم هذا تستغرب كيف شو بيعمل، يعني كيف حياته مرسومة. ناس بتسافر on a daily basis، كل يوم بيروح على الأردن، بيروح على العراق، نفس المسافر شوفه. صرت كمان أشوف إنه الكرم اللي عندهم إياها الناس، في كتير عالم كتير كريمة. فهيدول القصص اجمعهم سوا، صرت أقول إنه ليش أنا مش قادر أعمل هذه الحياة؟ ليش هن قادرين يعملوها أنا ماني قادر أعملها؟ وهذا السؤال أنا عندي إياه، ليش هو مش أنا؟ يعني هذا السؤال هو أحلى سؤال بتاخديه وأبشع سؤال. مزبوط أنتوني. أحلى سؤال إذا كان دافع لأليك إنه شو اللي بينقصني مكن حالي من هالمهارات وأقدر أوصل، وإذا باخدها ليش هو مش أنا، والله بس فتح لب وفتح بوجه وأنا وكذا، تكون عم تروح على طريق تاني. بينما إذا شفت شخص وشفته إنه قادر يكون عم يعمل شيء
قلت ليش هو مش أنا، ونبشت على شو ناقصك كرمال تكون عم بتحقق أنت الأهداف اللي حاططها. هون بتكون عم تاخد السؤال بطريقة كتير حلوة. فكنت شوف هالعالم في ناس كتير مقتدرين ماديا، في ناس عندهم بزنس كبار بصير في أحاديث بيننا وبينهم نتعرف عليهم، في ناس عندهم كرم كتير كبير، فلا لازم يكون مثلهم لهدول الأشخاص وأقدر حقق مثل ما هن عم بحققوا. وبلشت أطلع السلم درجة درجة. أنتوني، شو أول تفكير فكرت فيه، أول ستيب طلعتها وقت لما فكرت بهول العالم؟ يعني أول مرة فكرت، شو أول تفكير خطر ببالك لبلشت وباشرت بهالمسيرة؟ فكرت شو ناقصنا تقدر شو أكون عم ناقصني؟ بعمل اللي بدي إياه. وكنت عارف حالي وين بدي أوصل. يعني بعدني أكيد بحياتي هلأ ما وصلت لهيدا مخطط المطرح لحياتك. 100%. بس بعد ما وصلت لهيدا المطرح أكيد اللي هو الجول الكتير كبير يلي بحلم إمم، فيه. إمم. بينما شفت إنه شو ناقصني تكون عم بلش، وبلشت أبني الأمور اللي كانت ناقصتني. وبعدنا عم ببني. بالنهاية الحياة هي كلها بناء تقدر توصل للأهداف اللي أنت بدك إياها. قديش حلو الواحد يكون عنده هالشغف، هالباشن، ويعرف حاله شو بده بالحياة، لأنه صعب لما عارف حاله شو بده بحس حاله ضايع، خاصة أنت مرقت كتير بظروف إمم. صعبة من بعمر صغير. يعني ما عشت طفولتك أنتوني؟ الأمانة في يقول إنه ما كتير عشت طفولتي، يعني مش مثل ما كتير ما حيالله عشت طفولتك؟ مثل حيالله طفل صعب شوي كون عم قارنها فيه. يعني بتذكر كتير منيح الألعاب اللي بيلعبون الأطفال بلاي إمم، ستيشن وغيره. إمم، كنت أنا حب إنه هدول يكونوا عندي مطرح ما كنت قادر. فأول ما كبرت شوي صرت أنا جيبهم لهالقصص. بلاي ستيشن أول شغلة جبتها بس صار معي شوية مصاري كرمال كون عم حس هيدا الشعور تبع اللي كنت حس لازم حسه أنا إمم، وولد. إمم. آه بالنهاية الحياة أنت بدك تنبشي على وين سعادتك بدها تكون. بدها تكون أوقات بقصص كتير صغيرة عمليها لهالقصص كتير صغيرة، وأوقات بقصص كتير كبيرة بنيتها توصل لهالقصص كتير كبيرة. فالدايركشن تبعنا تكون عن جد على نشوف شو نقاط قوتنا يلي عم تساعدنا نوصل لهالسعادة الكتير كبيرة اللي نحنا عم نحلم فيها. بس هل يا ترى الطريق مليانة سعادة وورود وكذا؟ أكيد لا. أكيد لا. في مطارح في شوك، في مطارح في نزلات، في مطارح في فشل، في مطارح لازم تكون عم بتزبط، عم بتعدل، عم بتغير خططك، بدها تكون فلكسبل. وانت حكيت عن الباشن كتير مهم. الشغف شي كتير أساسي بالحياة، بس بده يكون كمان مبني على شي واقعي. ما في يكون أنا عندي شغف إني بدي أصير أحلى وقعت. بيانيست وأنا ما بعرف ألقطه للبيانو. صح، بدي أروح جرب أتعلم بيانو، جرب بلش أسعى. صح. ومش إنه شوف غيري زبطت معه يعني أكيد بتزبط معي، لا، بدك تشوف غيرك زبطت معه شو القصص اللي ناقصتك أنت كمان تزبط معك. في حظ أكيد، في حظ، بس في كتير شقفة كتير كبيرة مبنية على أنت وقدراتك. مزبوط. فالباشن كتير مهمة، خصوصي هلا بنستعملها بطريقة انه الحق الباشن تبعك. طب اوكي، الباشن تبعي اذا ما بتطلع لي مصاري كيف بعيش؟ بدي الباشن تبعي خليها. اوقات يمكن الباشن خليها كهواية، شغف يخليه كهواية. تنعتبر شخص بحب الموسيقى مثل ما اعطينا هذا المثال. إمم. طب وماني قادر حاليا طلع مصاري من الموسيقى، وهونيك شغفي بشتغل الشغل اللي انا قادر من خلاله امن قوتي اليومي وزياده، والموسيقى بضلني اعملها كهوايه. الشغف تبعي بفضيه بهالموسيقى كهوايه. مش دايما الشغف تبعنا هو يعني هيدا هو اللي بدي يكون عم بشتغله بيومياتي. مزبوط. انا اليوم عندي شركه في بقلبها 3 مؤسسات. إمم. هل يا ترى هال3 مؤسسات هن الشغف تبعي؟ للامانه لا. الشغف تبعي هو اني اخلق مؤسسات، منا المؤسسة بحد ذاتها. في وحدة من المؤسسات انا ما بعرف اشتغل شو هي بتعمل، ما إمم، بشتغل بايدي. إمم. فديزاين وماركتينج وقصص أوكي. منا شغلتي. يعني انا ما بعرف اعمل لوجو وويب سايت وغيره، بس بعرف الفكرة العامة. بس الامور التقنية في اشخاص هن بيعملوها. بس الشغف تبعي هو اني اخلق هيدا البزنس، ولقيت فجوة وقدرت فوت عليها لهيدي الفجوة يكون عم غطيها. يعني كمان الانسان بده يكون عم يعرف باستراتيجيته وين يشوف جابس، منطقي كمان. فجوات، إمم. يكون عم يتدخل دا يحلها تقدر يكون عم ياخد من هالمطرح اللي ناقصه شيء، وانت تيجي تكون عم تعبيه وتستفيد منه. وخلي شغفك، اذا هيدا شغلك هو شغفك، يعني انت بتحب الموسيقى وشغلك هو الموسيقى، ايديال احلى شيء، وقادر تكون عم تطلع كتير مصاري طبعًا. منها وتعيش احلى حياة. بتعقد. بس اذا منك قادر حاليا، خلي الموسيقى على جنب وعمول شغلك طلع منه المصاري اللي انت بتستاهلها. بعد كل هالنجاحات اللي حكينا مم. فيها وقطعت فيها، شو بتقول لأنتوني الطفل؟ شو بقول لأنطوني الطفل؟ إمم.
بقول لحالي هلأ إنه كل شيء قطعت بطفولتك هن اللي خلوك تصير هون. يعني هدول القصص اللي كنت تكرههم مش بس ما تحبهم، اليوم هن صاروا الأساسات اللي أنت بنيت عليها. قلت لك نقطة قوته للواحد هي جواته، هي كليشيه بس هي الحقيقة. هي الحقيقة. لأنه هو القصص اللي شو هو جواته، تحدياتك، الأمور اللي قطعت فيها بحياتك، بنيوا جواتك، بنيت عليهم، قدرت تحقق. في غيري كانوا معي بالداخلة، منه انتحر، منه حياته كانت كتير بشعة، منه راح على المخدرات، ومنهم اشخاص كتير ناجحين كمان. تعرفهم هلا؟ اكيد في كتير اشخاص بعدني رفقه معهم لهلا. يعني في شخص بعدني بتوصل انا شو وياه حلو. دايما، وهو حدا وصل صار يشتغل ببنك وحياته كتير حلوه. وفي اشخاص تانيين حياتهم كانت بطريقه شوي صعبه، لانه الامور اللي قطعوا فيهم بحياتهم ما قدروا يكونوا عم يخلقوا منهم امور ايجابيه ونقاط قوه. مزبوط. شو بيعني لك النجاح النجاح بالنسبه لإلي شخصيا بالنسبة لك شخصيا؟ هو الأثر اللي بدي أتركه. كل ما أكون عم بعمل شيء وأقدر أخلق من خلاله أثر، بالنسبة لإلي بكون نجحت. شو بيعني لك الموت أنطوني؟ الموت بالنسبة لإلي هو عملية انتقال. أنت عم تنتقلي من هالحياة الأرضية لحياة إن شاء الله بتكون أحلى بكتير. أنا بالنسبة لإلي من خلال إيماني بعرف إنه أحلى بكتير. فهي عملية انتقال، بس أهم شيء هون عم تزرع تزرع تزرع، وعم تحصد. هون عم تحصد على الأرض ورح تحصد بعدين كمان. الحياة هي أحلى شيء، وبدك تشوفيها هيك مع كل صعوباتها. بأي منظار بتشوف الحياة كأنتوني؟ بشوفها من منظار انه كتير واقع معها، بس مجبور شوفها انها كتير حلوة. ليه؟ لانه ما فيك تكفي اذا ما شفتيها كتير حلوة. الحياة اجباري يكون فيها تحديات. الحياة بده يكون فيها امور كتير بشعة، وبده يكون فيها امور كتير حلوة. بس هي هيك، مش حدا حطتنا براسه ولا ربنا مستهدفنا نحنا. يعني لانه هذا السؤال اللي كلنا بنسأله، مثل ما انا سألته لحالي، ليش انا وما في غيري بهالدنيا وكل هالمصايب عم تجي علي، كل هالقصص. الحياة حلوة فيها تحديات بدهم يكونوا موجودين، وبدك تعرف كيف تكون عم تمشي بين هالخطوط، وكيف تكون عم تقطع على التحديات. 100%. في شغلة لفتتني فيك هلا، قديش انت بوزيتيف. عن جد انسان متفائل كتير، مرقت بكتير ظروف صعبة وبعدك متفائل. ليش برأيك في ناس كتير بيضلوا نيجاتيف، يعني بيضلوا متشائمين وبيحكوا بالماضي، بينما أنتوني عم بحكي أنا عن الماضي وحكيهم بسلاسة، بكتير عفوية وسلاسة، والحياة بتكفي. ليش برأيك في ناس هيك؟ ليك في ناس مبلومة، قطعت بتحديات كتير كبيرة، ما اجاها الفرصة انه تكون عم بتفضي هيدي الطاقة السلبية وتحولها لطاقة ايجابية. انا اجتني فرص بالحياة عرفت استغليتهم. بدك ملعب تتفضي فيه، بدك مساحة، بدك يمكن يكون هذا الشيء بودكاست عم نعمله هلا، شو ما كان هذا الشيء. الشخص بحاجة لمساحة يكون عم يرجع يبني فيها من بعد التحديات اللي عم يقطع فيها. وكتير مهم المحيط. أكيد. يعني اليوم إذا حدا صار عنده حالة وفاة بعائلته وكل الوقت عم تحكيه عن الناس اللي حواليه عن الوفاة، حيتأثر أكيد. وعن الأمور السلبية، ويا الله بدنا نجي نحن اللي حواليه نساعده لهذا الشخص، نجرب نطلعه من هالمود اللي هو فيه، نجرب نطلعه من هالأجواء اللي هو فيه. وهو الشخص بده يساعد حاله. كتير صعب يساعد حاله، بس مجبور تساعد حالك. هي الفكرة انه مش انه هن خيارين، ما عندك خيارين. عندك خيار واحد. اذا بدك تضلك عايش بالسلبية النتيجة رح تكون سلبية. في شخص قال لي كلمة: greatness in greatness out. كل شيء جواتنا شيء عظيم وحلو رح يطلع لبرا شيء عظيم وحلو. بالمطرح تاني إذا شيء فيه شيء مش حلو، تما أقول الكلمة الحقيقية، شيء أسود جواتي رح يطلع لي أسود لبرا. فهو اللي بدي نقطة القوة اللي بدي حطها جواتي هي رح تكون عم تظهر هذا الشيء لبرا. بس كمان في عالم عن جد مبلومون في تحديات كتير صعبة. أنا مرة على عيد الأم بيحكوني مؤسسة الضرير والأصم بعبدة، بيقولوا لي في عنا حفلة على عيد الأم وبك تطلع تحكي مع الأميات. الشخص اللي حكيتني قلت لها، هي بعرفها أنا من الصليب الأحمر، هي مسؤولة لجنة الأهل بالمدرسة. أوكي. قلت لها بس دانيال أنت بتعرفي أنا يعني طالع أحكي عن أمي.
قدام ناس قاطعين بتحديات كتير كبيرة، عنده ابنه ما بيقشع أو ما بيحكي، عايش تحدي عايش معه كل ثانية. كتير صعب. قلت لي أنطوني أنت طلعت لأنك قدّها لقيتك. وبس حكيتن للعالم صدقيني الرياكشنز كانوا بالنسبة لإلي شي بعقد. يعني بعد ما خلصت اجوا كلهم حكيوني واو. أنطوني عن جد شو حلوة قصتك، شو عطيتنا دافع، شو عطيتنا إلهام. نحن عم نقطع بقصص شايفينها كتير سودة، رح نجرب هلأ نشوفها بطريقة تانية. فكل واحد بيشوف تحديات الشخص التاني على أنه جبل كتير 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 بترجع بتهون كبير، عليه. بس كل واحد منا عنده تحدي لأله خاص فيه. يعني أنا بالنسبة لإلي فقدان البصر هو يمكن أعظم تحدي ممكن يعيشه إنسان. صح مزبوط. والشخص اللي عم يسمعني شاف إنه فقدان الأم هو أعظم تحدي عم بتعيشه أنت، وشخص غيره رح يشوف إنه خسر شغله هو أعظم تحدي، وولد صغير إلي له خسرت البلاي ستيشن رح يشوفه أعظم تحدي بالحياة. كل واحد مزبوط. منا عنده قصة وعنده تحدي مزبوط. والأثر تبعها عليه عن جد ما فيك تقارنيه بشي تاني أبداً. يعني أنت يمكن تكوني عندك نقطة هالقد صغيرة زعجتك بشكل كتير كبير، ما فيه حدا من برا يجي لك يقولك ماشي الحال شو فيها. لا كرمال هيك عم قلك ما بقدر لوم حيلا إنسان على كيف هو عم بعيش تحديات. الأفضل إنه ما يستخف الواحد أبداً. بتحديات كل أبداً. واحد. يعني كل أبداً. حدا مثل ما بيقولك كل واحد همه على قده. وكل واحد هي. عنده القصة تبعه اللي بتأثر فيه بطريقته هو. أكيد. عن جد في أمور أوقات كتير صغيرة بتأثر فينا بطريقة أنت بتكون يا عم ليه عم تأثر فيها لأنه عن جد هالقد بتعنينا وما فيها قارن الأمور ببعض. تعرف شو أنطوني، الواحد مع الخبرة ومرور الزمن والحياة والعمر بيرجع القصص ببطل بكبرها كتير، ببطل بيعطيها الحجم الكبير، يعني ببسط الأمور. أنت برأيك مش هيك؟ ليك اللي عم تحكي عن شو رأيك؟ الوقت الوقت بالنسبة لإلي هو الوقت يعني. الوقت مساعد كتير كبير. في ناس بتقول إنه الوقت ولا شيء بخليني أنسى، بس في تقنية أنا بعطي تدريبات في تقنية اسمها 10 10 10. إذا صارت معك شغلة بعد 10 أيام بعد 10 ساعات بالأول بعد 10 ساعات قد رح تكون مأثرة عليك كتير. يمكن بعد 10 أيام قد رح تكون مأثرة عليك. طب بعد 10 أشهر قد رح تكون مأثرة عليك. يمكن يكون بعده على قد. طب اعتبريها بعد 10 أيام وبعد 10 أشهر بعد 10 سنين قد رح تكون مأثرة عليك 100%. أكيد القساوة الشغلة وأثارها علينا كان السلبي أو الإيجابي بلحظتها أكبر بكتير. الوقت كفيل إنه يكون عم بيساعدنا، هذا الكن بس كمان نحن بدنا نكون عم نساعد حالنا. بس الوقت عن جد مساعد كتير كبير. كرمال هيك وقتها يكون الواحد بعده بلحظتها تركوه شوي فضي، صح. من بعدها يكون في التدخلات عم تصير نجرب نساعده، بس بلحظتها هو مجبور يكون عم بيعبر لأنه هالقد مأثرة فيه الشغلة. تعرف شو أنطوني، تعطي أمل أنت للحياة عن جد. أنت ثبتت مقولة الماضي مضى والحاضر موجود والمستقبل مش مبين قدامنا كلنا، بس بعده مش مبين، يعني مجهول. كتير انبسطت. لكن بالنسبة لي المستقبل منه مجهول. بالنسبة لي أنا رسم له طريق، رسم له طريق كتير بس منيح. هيدا الطريق ما بتعرف كيف ممكن تكون، بس بإذن الله حتكون حلوة. وفي عندي خطوة عم بعملها هلأ اللي هي كتاب اسمه The Wish The Way، المنى الطريق. إذا أنت عندك أمانة وأحلام كتير في طريق لازم تكون عم تمشيها، والكتاب هو كل واحد كيف بيشوفه على حاله، بس أكيد ببلش بالبداية اللي هو من حالك. الكتاب اسمه المنى واسم أمي منى. وأنا بالنسبة لي إنه لازم كون أمي عم بتعيش ترجع بطريقة ما. واو. فعم برجع عايشها من خلال الكتاب ومن خلال الجولة بدي أعملها على المدارس وعلى الجامعات كرمال أحكي مع الشباب وخلي هذه القصة الصغيرة تكون عم تأثر فيهم تألهمهم كل واحد منهم يلاقي طريقه. فالخطوات بتبلش من أنت لحد ما تحطي أهدافك، وأهدافك تكون هذا الشيء الكتير حلو اللي عم تحلم فيه تجربي توصلي له لحد ما توصلي للنجاح.
واو أنطوني، عن جد هالشي بيعطينا أمل أكتر وأكتر. إن شاء الله. وبهنيك أنا كتير أنطوني، تشرفت بحضورك، انبسطت كتير إنك موجود معي هون بالبودكاست. ثانك يو رانيا نقطة قوة. عليك عن جد. كانت حلقة كتير حلوة، وشكرا على على الاستضافة. وبودكاست ذكرني ببرنامج أنا كنت عامله على السوشيال ميديا من كم سنة، اسمه قصة اللي هي كنت استضيف عالم قطعوا تحديات بحياتهم وتخطون بطريقة إيجابية. أنت اليوم عم بتضوي على نقطة القوة بحياتنا، تضل هيك معنا ونكون عم نبني عليها، وكل واحد منا يشوف وين نقطة قوته بحياته. شرفتني. أهلا Thank you. وسهلا. ميرسي كتير.